انا عاجبني قوي حوار الوحده العربيه ده. يعني مش هتطلع لوحدها، لا والله تونس ما تسيبهاش تطلع مع المجموعات يا جماعه، مش هينفع نسيب الجزائر تطلع لوحدها. طبعا تيجي مصر تطلع وايه تقول لك لا يا عم انا البطوله دي مش مستعنياني، وانا اصلا ايه طالعه ومروحه. تقول لها المغرب استني اصل انا ايه يومين بس وهاجي وراكي والله نركب الطياره سوا ونروح سوا، خديني في سكتك يعني ما جراش حاجه. بقى المغرب شويه، لان بص الفيديو ده هيبقى فيه الاول المغرب ماتش المغرب، وبعدين في الاخر والله لو انت عايز تكمل يعني هتلاقي ماتش السنغال. بس قبل ما نبدا ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو بننزله، عشان النهارده معانا اللي حصل اللي في ماتش المغرب اللي انا ما فهمتوش الحقيقه حصل في ماتش السنغال والخروج من كوت ديفوار. بدانا بماتش المغرب، فالحقيقه ده نتاج متوقع جدا 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 للي المغاربه كانوا بيعملوه قبل البطوله. مش المغاربه، المنتخب. يعني ازاي مدرب شايف نفسه جدا، غرور باين جدا في كل تصريحاته. يعني بص داخل اللي هو يا ارض تهدم عليكي ادي. كذا لعيب برضه بيطلع يقول لك ده يقل، يحاول يقلل من المنتخبات الثانيه. حي سامع يا أناحي ويقول لك وعمل لك انه بيعيط لما جاب جون وبتاع. فنتاج طبيعي جدا، طبيعي جدا ان انت داخل شايف ان انت هتكسب البطوله بكل سهوله. لما لعبت منتخب واحد، اول منتخب منظم عنده كوره لعبته بهدلك. يعني منتخب زي منتخب جنوب افريقيا لعبته كلها محليين، كلهم بيلعبوا في جنوب افريقيا نفسها، بيلعبوا في صن داونز تقريبا 7 8 لعيبه. عندك بيرسي تاو لعب برضه في قبل كده واحسن لعيب داخل افريقيا. فتحس ان المغرب ما تفهمش ان جنوب افريقيا تعمل في المغرب كده. والله لو بدات الماتش هتشوف ان المغرب حاولت تستحوذ، حاولت تمسك كوره، حاولت ان هي اللي ايه تمسك الكوره بقى ونبدا بقى ايه احنا اللي نمسك جنوب افريقيا دي نسفلتها ولا نشوف احنا هنعمل ايه. لكن الحقيقه انا قلت لك قبل البطوله انا عايز اشوف المغرب وهي مطلوب منها ان هي اللي تمسك الكوره هتعمل ايه، وهي بتلاعب منتخب منظم هيقف ورا منتخب زي منتخب جنوب افريقيا، منتخب منظم جدا. ايه اللي المغرب هتعمله؟ وقد كان اول منتخب والله المنظم عنده كوره، بيحاول ان هو عنده استراتيجيه معينه عايز يطبقها في الملعب، ان هو والله احنا ارتداد سريع جدا يا جدعان تحولاتهم سريعه موت، سريعه تحولات جنوب افريقيا. بص بالدفاع الهجوم كده كده. يعني اكبر دليل هو الطرد بتاع سفيان مرابط. يعني الواد فجأة كده من حيث اعتدل الكرة كورنر للمغرب ولا هجمة هناك، في لمح البصر بتلاقي الواد رايح انفراد يجيب جول. تحولات سريعة جدا، لعيبة حافظة بعض، بيلعبوا مع بعض في النادي والمنتخب ولعبوا مع بعض كلهم قبل كده تقريبا. فلا منتخب يعني منتخب ما عندوش نجوم كبيرة، لكن منتخب كان قادر جدا ان هو يمسك المغرب. يعني معلش يعني المغرب ما كانت قدمت ماتش زي الزفت. شوط اول كله مش مستعني المغرب، تحس ان المغرب ما جاتش الشوط الاول والله انت تحس شوط ممل. المغرب في اول ربع ساعه اول تلت ساعه كده حاولت محاولات وضيعت فرص، بس برضه تحس انه استحواذ سلبي، تحس ان جنوب افريقيا هي اللي مش عايزه الكوره، مش المغرب اللي ماسكه على جنوب افريقيا واخده منها الكوره وبتحاول. لا هي جنوب افريقيا مش عايزه الكوره اصلا، وده اللي حصل طول الشوط الاول. مفيش اي فرص. شوط اول بعد اول تلت ساعه ملوش اي لازمه لحد ما بيخلص الشوط الاول. تشوف ازاي ان اصلا المغرب عندها مشكله جدا في ناحيه الباك الشمال. نصير مزراوي اللي هو كان باين جدا انه مش جاهز اصلا، انا مش فاهم ليه يحيى عطيه الله اصلا ما بداش من الاول. لكن اللي حصل ان هو والله مزراوي مش جاهز. مزراوي كان باين ان هو لسه برضه بدنيا برضه واقع شويه، فكان لازم يحيى عطيه الله اللي يبدا. عندك تاني في نص ملعب يعني المفروض ان هو نص ملعب من اقوى خطوط نص ملعب، من اقوى الخطوط في البطوله كلها، نص ملعب محترم جدا. واحد زي أناحي بعيدا عن اللي هو قاله قله الادب والكلام ده، بس هو كان مقدم مستويات عظيمه. وأناحي بقى اللي بيخش يرقص اتنين، وأناحي اللي بيجيب اجوان جميله، وأناحي اللي مش عارف ايه. لكن انت النهارده مفيش كله، المنتخب كله مش موجود، المنتخب كله قدام جنوب افريقيا كاش. معلش مع احترامي ليك لو انت مغربي بتتفرج على الفيديو، بس انت شفت امبارح، انا مش بغشك والله، انت اللي اتفرجت واحكم بنفسك. الشوط الثاني جنوب افريقيا بقى بدات ايه، يلا بينا يا رجاله احنا والله لما ناخد الكره عايزين نتحول باسرع شكل ممكن، عايزين نروح على الجون باسهل طريقه ممكنه وفي اسرع وقت ممكن. وده اللي حصل فعلا. هجمتين ثلاثه جنوب افريقيا بيروحوا 3 على 2 4 على 3، حاجات غريبه وانت لسه 0-0 اصلا انك يتعمل فيك حاجه زي كده. وفعلا بتشوف ازاي ان جنوب افريقيا ضيعت فرصه قبليها لحد ما بتجيب
جون بيبين سذاجه رومان سايس، ولا اسمه ايه مش فاكر كان اسمه ايه سايس بالظبط، مدافع سايس يعني، ان هو والله بيسيب مساحات غريبه وبيتقدم برده بشكل غريب جدا. يعني سليبه ده ولا يعني ده سليبه مش فاهم، انا مش فاهم. كان باين جدا انه بيتقدم بشكل غبي جدا، وبيسيب برده مساحات غريبه وراه لحد ما الواد انا مش عارف اسمه ايه الصراحه، بس المهاجم بتاع جنوب افريقيا دخل يا دوب سرقهم كلهم، عدى حط جون من تحت جون 1-0. بعد الجون ده انت متاكد ان المغرب مش هترجع على بفاول ببيلين، هتحاول ترجع بكره ثابته، لان جنوب افريقيا ممكن تحط تاني والتالت، لان انت كمان لما تفتح قدامها وهي اصلا حاطه فيك جون بتحولاتها السريعه، وانت لسه برضه مش فاتح، لسه النتيجه 0-0، فما بالك بقى لما تفتح وعايز تجيب جون كمان. وده اللي بيحصل، خصوصا كمان لما بيبقى غايب لعيب زي حكيم زياش، زي سفيان بوفال، فالحل الفردي مش موجود. عبد الصمد الزلزولي على عيني وراسي برضه عنده حلول وحاول، لكن برضه لسه برضه ما قدمش برضه الماتش اللي هو يعني، انا ما شفتش ترقيصه واحده يعتبر اللي هو قام جاي عامل رونالدو تشوب وقام جاي معدي من ناحيه الشمال وشاطها. انا ما شفتش حاجه ثانيه، ما شفتش حاجه ثانيه لعبد الصمد الزلزولي طول ما هو في الملعب. بقى بتيجي البيل لو ما كانتش اتحسبت كانت هتبقى فضيحه، يعني هي كانت هتبقى فضيحه، واتحسبت الحمد لله عشان اشرف حكيمي يخش يشوط شومه في سقف العرض. شومه دخل شاط صاروخ في سقف العرض لحد الكره بتخبط في العرض وبتطلع. بعد الكره دي انت عارف ان المغرب مفيش رجعه. دي بقت 84، وكل عام وانتم بخير. نزل لي بقى ايوب الكعبي قبلها ب 10 دقائق، نزل لي مش عارف مين عشان نلعب عرضيات، مع ان انت المفروض عندك يوسف النصيري اصلا احسن هيدر في اوروبا، ما عرفتش تستغله خالص. لعيبه جنوب افريقيا اتعاملت بشكل ممتاز، مدافعين جنوب افريقيا كلهم صحيين جدا النهارده، والله المغرب ما بتقدرش ترجع لحد ما في كوره طايشه مرتده متوقعه جدا، بيروح كابتن المهاجم بتاعهم بيعدي يروح سفيان مرابط. انا مش فاهم ازاي في ناس كانت مقتنعه انها مش طرد، يعني هي اصلا طرد مباشر، يعني هو راح يشوف الفار عشان يشوف هي طرد مباشر ولا لا، انما هي كده طرد مباشر. حتى لو هو عنده انذار بيطرد سفيان مرابط، الواد بيحط الجون الثاني فاول. كل عام وانتم بخير، والمغرب بتطلع بخروج سيء جدا، خروج سيء جدا. اصل بقى الناس كلها عشان ايه؟ كله يتبسط بقى قوي ويعملوا جو حلو في الطياره وبتاع ومحدش يزعل. خش بقى على الماتش اللي اسعدني شخصيا، ماتش السنغال وكوت ديفوار. ماتش حقيقي يعني، ماتش بجد اسعد اي بني ادم مصري. السنغال بتشوف ازاي ان والله قاعد يقول لك ماني زيرو، صلاح نو، صلاح زيرو، ماني 1، صلاح زيرو، صلاح هاف نو مش عارف كاب اوف نيشنز. والله بتشوف ان السنغال كوت ديفوار بتعمل جو وبتعمل نوش، وكوت ديفوار اصلا 1-0، السنغال اصلا ما راحتش بعد الجون. يا جماعه انا مستغرب جدا ان كوت ديفوار كانت هي اللي ماسكه وبتحاول وبتاع وضيعوا كذا فرصه، السنغال ما راحتش الا بفرصتين ثلاثه. السنغال يا جماعه والله منتخب فردي، منتخب عنده فرديات بس. انا دايما انا بقول لك كده من قبل البطوله، يبان شكلهم مرعب وبتاع، بس هم كانوا بيلعبوا فرق عاديه برضه في المجموعه، يعني فرق عاديه جدا، يعني فرق يكسبوها بسهوله. اول فريق عنده ب3 جنيه كوره كسبوا السنغال وشكرا. السنغال يا جماعه منتخب قوي وعنده عناصر، واللي يضحك بقى والله ان مذيع ابراهيم فايق السنغالي تقريبا طلع يقول لك يا باشا احنا ما عندناش منتخب. ما عندكش منتخب ايه؟ امال احنا نقول ايه لما انت ما عندكش منتخب ومفيش واحد فيك بيلعب، مش هقول لك بيلعب في الدوري السنغالي، بيلعب في دوري من افريقيا اصلا، يعني مفيش واحد لعيب سنغالي بيلعب في افريقيا اصلا، تقول لي انت ما عندكش لعيبه؟ امال احنا نعمل ايه يا ابني؟ نعمل ايه يا حبيبي؟ نعمل ايه؟ بس بقى علينا والله. بتشوف ان كوت ديفوار بعد ما بيخش فيها الجون واول 10 دقايق كده اللي السنغال كانت ضغط فيهم وبتاع وعامله نوش وبتاع، كوت ديفوار بتمسك ويلا بقى ايه نشوف احنا يعني ايه، لازم نلحق نفسنا، يعني مش معقوله هنطلع في اخر يوم ولا في اخر 3 4 ساعات نصعد وبعديها نخرج تاني من دور ال 16، يعني احنا ما استفدناش حاجه يعني. وده اللي حصل فعلا. كوت ديفوار بتفضل تهاجم، مفيش فرص لحد الدقيقه 65 70 كده، ما كانش في فرص برده خطيره قوي تقول عليها فرص، بس هي بتحاول وبيحاولوا وماسكين كوره. بيخرج والله فوفانا بقى وينزل كيسيه ونزلي بقى الرجاله والشباب الحلوه وهالر والناس دي، بتشوف ان على طول ضرب الجزاء بيخش كابتن كيسيه اللي انا مش فاهم ايه يالا ده، ايه يالا برود الاعصاب، ايه يالا برود الاعصاب ده، يالا يخرب بيتك. دخل بكل سهوله، خد يا باشا الاولى، يلا اللي بعده. راحوا بعديها الماتش ما كانش فيه كلام قوي يعني، فاللي حصل ده والله ان هم قاموا جايين متعادلين طبعا. المهاجم بتاع السنغال عمالين يفخموا فيه وبتاع، اللي اسمه تقريبا الحبيب ديالو تقريبا، مصطفى محمد حط 4 اجوان، يعني ده حاطط جونين ومصطفى حط 4. حلو. فالمهم يعني السنغال والله بعديها برضو لسه السنغال مش ضغط، السنغال ما مسكتش حتى بعديها، لا ده كوت ديفوار كانت ممكن تكسب كمان، كانت ممكن تكسب. بتروح بلينات
والحمد لله السنغال بتطلع عشان تروح، عشان كل بقى ايه انت تقعد تتحسر بقى، تقعد تتحسر يعني كله طلع. لو اي واحد في الاربعه دول كان صعد، بس صعد عد شم بس الدور اللي بعده كان خد البطوله. كان خد البطوله دي بقى معاك من نيجيريا وكوت ديفوار، اكتر فرقتين كان بيتقال عليهم مش في مستواهم من الفرق الكبيره. يعني بجد بجد يعني انا مش فاهم، انا مش فاهم ازاي فرقتين كان بيتقال عليهم ان هم الكبار وكبار القوم من كبار القوم اللي ادائهم مش حلو، هم دلوقتي المرشحين الوحيدين. معاك بقى كاب فيردي بقى وانجولا بقى ومالي وغينيا والناس الحلوه دي، بس يعني ما اظنش اللي هيعدي في المغرب. بس يا سيدي ده كان ماتش المغرب وماتش السنغال. لو وصلت لحد دلوقتي تحط لايك وتشوف القناه عشان يوصلك اي فيديو منزله. سلام يا معلم.